شغلة غريبة ومار عليك قبل. شايف من تروح الزاوية من زوايا الغرفة وتلاقي هذا الشعر والوبر اللي ما تدري منين اجى؟ اغلبنا مارين بهاي الحالة وشايفين هذا الشيء. الفئة العظمى من الناس راح تنظفه وعبالك كل شيء موضوع. بس اكو عدد قليل كلش من الناس يفكرون هذا منين اجى. هذا الشيء اسمه فضول او كيوريوسيتي. ادري بيك هسه فكرت وقلت انه اهو شنو هاي هسه ينقال عني فضولي؟ الفضول اللي نحكي عنه هو الفضول الجيد، مو النميمة والتدخل بامور الناس. ولولا هذا الاحساس كان الانسان ما تطور ولا وصل للي هو وصل له هسه. هاي الفئة القليلة من الناس اللي عندها هاي التساؤلات البسيطة واللي عندها هذا الفكر العظيم والخيال الكبير، هم اللي قدروا يطورون البشرية. وابسط مثال على هذا الشيء اللي انتم كلكم تعرفوه هو العالم اسحاق نيوتن من وقعة التفاحة. لو غير واحد كان اكل التفاحة وراحت المسألة، بس هو صار عنده هذا الفضول الجيد وقام يتخيل امور ويفكر بيها. وهذا الموضوع انا من الناس جربته وسألت متابعيني على الانستغرام وكلهم قاموا يضحكون. لذلك اذا انت من القلة القليلة اللي عندهم هذا الهاجس وعندهم هذا النوع من التفكير، استغله واستمر عليه ولا تخلي احد يوقفك من التفكير بطريقة ابداعية.